السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ ملخص فيلم باتشان باندي اللي بيتكلم عن مجرم خطير جدا بس بتتغير حياته كلها عن طريق مخرجة في بداية عملها. بس ازاي؟ ده اللي هنشوفه في فيلمنا. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول من الزرار اللي تحت. دوس عليه وخليك جدع. كون وقتها ميرا بتخرج فيلم بس المنتج بيرفض انها تصور بعض اللقطات. لما بتروح لابوها بيقول لها انك لازم عشان تكسبي احترامك تصممي انك تعملي الحاجه برايك طالما عارفه انه صح. تروح بعدها ميرا لرئيس الانتاج تقول له ان لو جابت له قصه كويسه جدا يقدر يعملها فيلم. تقول له وقتها انها تعمل فيلم عن سيره ذاتيه عن باحث عالم غير مسيره الارض. بس وقتها بيفاجئها وبيقول لها ان الافلام ديت ما بتجيبش فلوس، الاحسن انها تعمل فيلم تجاري. ولو عايزه فعلا تعمل فيلم عن سيره ذاتيه تعمل سيره ذاتيه عن مجرم وقائد عصابه. ده اللي بيخليها تروح لصحفيه عشان تختار لها المجرم اللي هتتكلم عنه. تبدا وقتها تقول لها عن اخطر رجال العصابات في المدينة، كانوا كلهم مجرمين والشرطة بتبحث عنهم، بس الحاجة الوحيدة المشتركة ما بينهم هي باتشان باندي، واللي كان كل المجرمين دول خايفين منه يا اما قتل معظمهم. بس ميرا بتقرر وقتها وبتروح للمنتج وبتقول له انها تعمل السيرة الذاتية عن باتشان باندي. لما بيسمع سيرته واحد من الشرطة كان موجود في المكان بدأ انه يتهز ويتفاجئ وبيقول لهم انه شيطان وكمان عنده عين واحدة بس بيشوف احسن مني ومنك. وبيبدأ بعدها يحكي لها على اللي عمله هو ورجالته من شهر لما ربطوا واحد صحفي وخدوه هو ورجالته في عربياتهم وحطوه وسط الصحراء اللي رسمه بصورة كوميدية في الصحيفة بتاعته. وقتها بيشاور على رجالته وبيرش عليه بنزين. لما بتعلق الولاعة بيقول لواحد من رجالته يروح ويجيب المنجل. لما بيشاور له عشان يقتله بتولع الولاعة بدون اي اهتمام بيرميها عليه. طبعا ميرا لما بتسمع القصة دي بتبدأ تفكر مرة تانية، بس بعدها بتبعت رسالة للمنتج انها قررت ورايحة البغوة وده المكان اللي المفروض موجود فيه باتشان باندي. فاول لما بتنزل من الاتوبيس بتتعرض لقضية سرقة غريبة جدا وكمان بيشدوا الشنطة اللي كانت ماسكاها. تفضل تجري لغاية لما بتلاقي اللي خد منها الشنطة، بس بيطلع انه ممثل وكمان تعرفه واشتغلت معاه قبل كده. وبياخدها بعدها وبيروحوا للمكان اللي هتبات فيه وهناك بتقول له انها تعمل فيلمها عن باتشان باندي. فاول لما بيسمع اسمه بيقوم من مكانه وبيبدا يزعق لها وبيقول لها تلم شنطها وتمشي لان اللي بتتكلم عنه ده مجرم خطير ولو مسكهم وهم بيصوروا اي حاجه هيقتلهم على طول. وبيسيبها بعدها في شو وبيخرج بره البيت. بس وقتها بتغري ميرا وبتقول له انه هيبقى البطل التاني لفيلمها ده طبعا لو ساعدها ان تعمل بحث عن باتشان باندي. وبسرعه بيوافق وبياخدها على المكان اللي بتشوفه فيه اول مره. بتبدا بعدها ميرا تراقبه من اماكن بعيده وهو بيعمل عملياته وكمان وهو قريب من الناس اللي موجودين حواليه. بيقتل معظم رجاله العصابات اللي بيخرجوا عن طوعه. كان من ضمن الاماكن اللي بيروحها هي بيزور شخص مريض موجود في المستشفى وهناك بيقول له محدش هيقدر يقتله طول ما هو موجود. بيسيبه بعدها ويمشي من المستشفى بعد ما كان ولع فيها وقتل معظم الناس اللي موجودين هناك. الغريب انه كان بيعمل كل ده لوحده. ساعتها بيتفاجئ فيشو وميرا ولما بيشوفوا باتشان باندي ورجالته داخل عليهم بعربيته وبينزل من العربية وبيقعد جنب ميرا. ابتدى وقتها يسألها لو كانت بتقول عليه سفاح وقاتل. لما بتقدرش ترد عليه بيهجم عليها بيقول لها انه يقتلها من غير ما حد يعرف مكانها. بياخد بعدها التوكة اللي موجودة في راسها بيتحرك ناحية عربيته وبيقتل الراجل اللي موجود في الشنطة. بعد لما بيسيبهم بيرجعوا مرة تانية البيت. بتقول له ميرا انهم لازم ما يقربوش منه تاني بس ممكن يقربوا من اي واحد من اصحابه. فعلا بيوصلوا لاول واحد من المقربين ليه بيحاولوا يعرفوا تفاصيل كتير عنه. بيعرفوا انه قريب من عيلته قوي واسمه كاندي. بيتعرفوا على تاني واحد وهو عم بافيريا. من هواياته انه بيحب يحكي القصص بس كان بيقطع في الكلام. الراجل التالت هو ساكير اللي كان بيحب بينكي. للاسف كل عيلتها من رجال الشرطة. اول لما بيعرف اخواتها العلاقة اللي موجودة ما بينهم بسرعة بيتجوزوها. طبعا بيكون لواحد من رجال الشرطة. ساعة جوازهم امنوا حفلة الزفاف بعدد كبير من رجال الشرطة. طبعا ده لانهم خايفين من رجالة باتشان باندي. ساعة الفرح بيخش فعلا باندي ورجالته يبداوا كلهم انهم يرقصوا في الفرح. ابتدوا كلهم يقولوا عليها بصوت واحد انها خاينة. بس وقتها بينكي ما قدرتش تستحمل بتسيب الفرح وعريسها وبتروح لسكير. لما بيحاول فيشو وميرا انهم يقربوا منه يلاقوا انه عصبي جدا وما بيحبش حد يبص له ولا يتكلم معاه. طبعا ده كان سبب كافي انهم يلغوه من حساباتهم. يروحوا بعدها لعم بافيرا اللي كان بيحب يحكي القصص وكان بيقطع في الكلام. يبدا يحكي لهم عن الصحفي اللي جه وسأل عن باتشان وولع فيه. لما بيسألوه باتشان عرف ازاي ان الصحفي بيسأل عنه رد عليهم انه قال له بنفسه. ده اللي خلاه هو كمان يتشال من قائمته. كده ما بيبقاش فاضل غير كاندي اللي بيحاولوا يتقربوا منه بس طبعا من غير ما يقصدوا بيوقعوه في مشكلة كبيرة بينه وبين كل عيلته اللي ابتدوا يضربوه. بالشكل ده بيتشال هو كمان من قائمته. بعدها بيكون باتشان باندي قاعد وسط رجالته ويسيبهم. بعدها بيقرر انه يدخل الحمام بس هناك بيكون واحد مستخبي وعايز يقتله بس ساعتها بيغلط وبيقتل الشخص الغلط. طبعا باتشان كان بيراقب الموقف من بعيد. ده اللي بيخليهم ياخدوه بعدها بعد ما بيضربوه لبيت باتشان. بس بعدها بيجيله تليفون من بافيرا وبيقول
بيقول له ان في جاسوس موجود بينهم، ده اللي بيخلي باتشان يشك في كل اللي موجودين حواليه، وبعدها بيقول لهم انهم يقتلوه. توصل بعدها الشرطه للبيت، بس ساعتها ما كانوش عارفين يودوا الجثه اللي معاهم فين. يوصل بعدها فيشو وميرا للمكان اللي بيخزن فيه خشب الصندوق اللي كان بيهربوا باتشان باندي. يقول لها ان في المكان ده بيحصل كتير من الجرايم، بس هناك بيقابلوا رجاله باتشان باندي وبيقولوا لهم انه تايهين. هناك بيتعرف عليهم كاندي وسكير، ده اللي بيخليهم يكلفوا واحد من رجالتهم انه يراقبهم. فعلا بيروح لهم وبيحاول يخليهم يعترفوا. بتقول له ميرا انها مصوره فوتوغرافيه وجايه تصور مناظر الجبل الطبيعيه، ولما بيقول لها تروح وتجيب الكاميرا عشان يشوف الصور بنفسه، تمسك الكاميرا بتاعتها وبتصوره صوره جميله. طبعا اول لما بيشوف الصوره بينبهر بيها وبيبداوا يصوروه كذا صوره تانية. بيقعدوا معاه بعدها وبيصاحبوه، يوريهم تليفونه اللي كان عليه صوره مراته وبنته. بيقول لهم ان بنته اسمها بيري ومراته اسمها سميتي. تساله بعدها ميرا لو كان باتشان باندي عنده قصه حب ولا لا. بيقول لها فعلا ان كان بيحب واحده واسمها صوفي، بس للاسف قتلها. بيقول لهم بعدها انه هيضطر انه يمشي عشان هتبقى فيه جريمه كبيره الليله. لما بتسمع ميرا كده بتقول له يجيب التليفون عشان تبعت له الصور بتاعته، بس في الحقيقه هي بتحط له جهاز تصنت. بيوصل بعدها فيرجن للمكان اللي موجود فيه باتشان ورجالته. هناك بيسالهم هو مين اللي هيتقتل النهارده. بيقولوا له رانا لوهيا. بيقولوا له كمان على الخطة عشان يقدروا يمسكوه. بيقولوا له بعدها انه ياخد عربية باتشان عشان يزودها بالوقود. طبعا فيرجن بياخد العربية بس بيقف في نص الطريق. اتصل بعدها بالشخص اللي هيقتلوه ويبلغه ان باتشان هيقتله الليلة، وكمان بيقول له عن كل تفاصيل الخطة اللي عاملينها عشان يقتلوه. طبعا كل المكالمات دي كانت سمعها ميرا وفيشو. بيوصل بعدها باتشان باندي ورجالته المكان اللي المفروض موجود فيه رانا لوهيا، وطبعا مش بيلاقوه لان فيرجن بلغه. بس ساعتها ابتدى باتشان انه يضحك ويقعد فيرجن قدامه. الحقيقة كان باتشان عامل كل ده عشان يعرف مين الخاين ما بينهم، وكان باتشان هيقتل فيرجن بس بيدخل عليه سكير وبيقول له انه قبض على رانا. وقتها بيحطهم هما الاتنين قدام بعض وبيطلب من فيرجن انه يقتله. فعلا بيقتله. لما بيحاول يقتل باتشان بيقتل فيرجن. واول لما بيقع على الارض بيتكسر تليفونه، بيبان منه جهاز التنصت اللي موجود جواه. طبعا باتشان ورجالته بيشوفوه وبيعرفوا ان في حد بيراقبهم، بيعرفوا ان اللي بيسمعهم دلوقتي اكيد قريب منهم. وقتها باتشان بيديهم رسالة تحذيرية بيقول لهم انه هيوصل لهم وهيقتلهم. بسرعة بيتحرك ميرا وفيشو للبيت عشان يلموا حاجتهم ويقدروا يهربوا، بس اول لما بيخرجوا بيلاقي باتشان مستنيهم. بيدخلوهم مرة تانية البيت وبيبدأوا انهم يضربوا فيهم. وقتها باتشان بيطلع الشاكوش بتاعه عشان يقتلهم، بس فجأة بتقول له ميرا انها جاية تعمل فيلم عن قصة حياته. ده اللي خلى باتشان يفكهم اول لما بتعجبه الفكرة. يقول لها انها تعمل فيلم تخلي الناس تخاف منه. بياخدها معاه البيت عشان تبدأ اول فيديو تصوير ليها. بيبدأ باتشان يحكي لها عن قصة حياته بطريقة وهمية، بس بيرجع يقول لها انه بيبقى مبسوط وهو بيقتل الناس. ويقول لها ان ملوش اي قرايب غير امه اللي قاعدة معاه. لما قرت واحدة من جرايمه في الصحف وقتها ما بقتش تتكلم. بتبدأ بعدها ميرا وفيشو يحضروا كل جرائم القتل اللي بيعملوها بشكل قريب، وكمان تصور كل التفاصيل في حياة باتشان باندي. في يوم من الايام بيصحى فيشو وبتبلغه ميرا انها خلصت السكريبت بتاع فيلم باتشان باندي. بيبدأ فيشو يشوف السكريبت عشان يشوف دوره في الفيلم، بس ساعتها بيتضايق اول لما بيعرف ان الفيلم كله مفيش ليه غير مشهدين بس، رغم ان ميرا وعدته انه هيكون بطل الفيلم الثاني. يطلب بعدها باتشان باندي انه يقابلهم ويقعد معاهم. هناك بيبتدوا يفكروا مين اللي هيعمل دور البطولة في الفيلم، بس ساعتها بيقترح عليهم فيشو ان يكون باتشان باندي نفسه هو البطل. ده اللي خلى كل اللي حواليه يبتدوا يضحكوا اول لما بيسمعوا كده، بس فيشو بيقول لهم ان باتشان انسب واحد للدور. بس ساعتها باتشان بيقوم وهو متضايق لانهم بيتريقوا عليه. بيقتنع فعلا باللي قاله فيشو، يقول لميرا انه خلاص هيبقى بطل الفيلم. طبعا ميرا كانت استحالة توافق، بس بيجبرها باتشان على كده. ده اللي بيخلي ميرا انها تهرب بالسكريبت هي وفيشو. بس بيجي لهم كاندي وسكير يقولوا لهم ان باتشان دايما هيبقى بطل في نظرهم، ده بسبب القصة اللي ما عندهمش اي خلفية عنها. طبعا ميرا كانت فاكراهم انه بيتكلموا عن قصة حب حبيبته صوفي اللي قتلها، بس سكير بيقول لها مش ده اللي حصل. يقول لها انه من فترة كان شغال مع لالجي، وتكلف باتشان وقتها انه يقتل شخص سياسي. فعلا بيروح باتشان ورجالته للملاهي، وهناك بيقابل صوفي لأول مرة، وبيحاول واحد من رجالة العصابات انه يعاكس صوفي وهي واقفة مع باتشان. وده اللي خلى باتشان يروح له بنفسه وما بيهتمش بكلامه وبيضربه. لما بيرجع لصوفي بتبدأ انها تشكره على اللي عمله معاها. تاني يوم بيعرف باتشان ان المراسل اللي هيقتله موجود في السير، بس الغريبة ان باتشان ما بيهتمش بيه، ويروح بعدها عشان يقابل صوفي. بعدها ابتدى هما الاتنين انهم يخرجوا خروجات كتير مع بعض. وقتها حس باتشان انه مش هيقدر يستغنى عنها، وده اللي خلاه يقع في حبها. ويروح بعدها لالجي اللي كان شغال معاه، بيقول له انه خلاص عايز يستقر مع صوفي، عشان كده مش عايز يشتري اسلحة مرة تانية، يشتغل في اي حاجة ممنوعة. بس لالجي بيقول له ان اللي يسعدك يسعدني، انه عايز يقول له بس على ميعاد الجواز. وقتها بيمشي باتشان من عنده وهو في غاية السعادة، وبيتصل بصوفي. بيتفقوا انهم هيتقابلوا في نفس المكان
المكان اللي شافوا بيهم بعض اول مرة. فعلا بيوصل باتشان هناك وكانت صوفي هي كمان هناك، بس فجأة بيظهر ناس كتير حواليهم، ولما بيبص باتشان وراه واحد منهم بيضربه بالسكينة في عينه. بيبدأوا كلهم يتكتروا عليه ويضربوه. كان رئيسهم الشخص اللي ضربه باتشان في الملاهي، ويجبر وقتها صوفي انها تشوف باتشان وهما بيضربوه. لما بترفض بيخبطها في الحيطة. ساعتها ابتدى باتشان انه يضرب كل اللي موجودين حواليه لوحده، لغاية لما بيوصل الشخص ده لأعلى مكان موجود في الملاهي ومعاه صوفي. للأسف بيرميها من فوق، وبيحاول باتشان انه ينقذها بس ما بيقدرش. كمان بيرمي عليها السكينة من فوق وبتقع في بطنها، وده اللي خلاه من وقتها تبقى عينه وقلبه زي الحجر. وده كان السبب اللي خلى ميرا ما تهربش وتفضل قاعدة. بتكمل فعلا تصوير الفيلم ويكون باتشان هو البطل. بعد لما بتصوروا ميرا بتقوله انه مش عارف يمثل. اكيد لما هيشوف المنتج بتاعها هيرضى انه ينتج الفيلم، بس بيفاجئها باتشان انه جايب المنتج لغاية عنده بعد ما ضربه، وبيقول لها انه موافق ان باتشان يكون البطل. بالشكل ده ما كانش قدام ميرا غير انها توافق. تقول لهم انها هتجيب لهم مدرس تمثيل عشان تعلمهم مثلوا ازاي. في تاني يوم بيوصل فعلا مدرس التمثيل اللي يعلمهم التمثيل، ويبدأ باتشان يبص له باستغراب، وكمان بيضحك على التصرفات اللي بيعملها. لما بيبص المدرس على باتشان بيفكر ان الجروح اللي موجودة على وشه ومناخيره انها مكياج، وكمان العين اللي موجودة. واول لما بيقف باتشان وبيقرب منه بيضربه، ودي بالنسبه لهم كانت صدمه لكل اللي موجودين، وابتدوا بعدها يجروا ورا المدرس. بس بتوقفهم ميرا وبتقول لهم انهم محتاجينه عشان عن طريقه هيتعلموا التمثيل. فعلا بيرجع بعدها يديهم الدروس مرة تانية. بعد لما بيخلصوا بيبدأ باتشان أول يوم تصوير. في مشهد من المشاهد بتبدأ ميرا إنها توجهه، تروح عشان تمثل معاه وبتقوله إنه يفتكر صوفي. فعلا بيغمض عينه وبيفتحها، بيفتكر اللي موجودة قدامه هي صوفي، وبيبدأ يمثل المشهد وأكنه حقيقي. وبيبتدي بعدها إنه يقرب من ميرا، وكمان ابتدت تفكره بحب الوحيد صوفي. بعد لما بيخلصوا اخر يوم تصوير بيضربوا المدرس التمثيل بتاعهم. بيكون باتشان متضايق ان ميرا هتسيبه وتمشي عشان تعرض الفيلم، بس وقتها بيقول له بافريا ان لالجي رجع للحياة مرة تانية. وقتها بيكون باتشان مصدقش نفسه وبيروح بسرعة للمستشفى. ويروح له باتشان وبيشوفه ان فعلا فاق. هناك لالجي بيقول له انه انقذ حياته وبيشكر باتشان، بس بيقعد باتشان جنبه وبيقول له ان محدش هيقتله غيره. بيبدأ بعدها يفتكر اليوم اللي اتقتلت فيه صوفي، وكمان قتل اللي قتلها، بس بيلاقي معاه نفس لفة الفلوس اللي كانت اداها له قبل كده، اللي بيخليه يتأكد ان هو كان السبب في قتلها. ساعتها بيتخلص منه وبيخنقه. في نفس الوقت بتوصل ميرا لمومباي، بتبدأ عمليات المونتاج للفيلم بتاعها عشان تعرضه. كمان بتبدأ الدعاية والإعلانات لفيلم باتشان باندي بكل أنحاء المدينة اللي هو قاعد فيها. وكمان ابتدوا انهم يجبروا الناس بشكل غريب وانهم يدخلوا ويشوفوا الفيلم غصب عنهم. بيجي اليوم اللي هيشوف فيه باتشان الفيلم في السينما. استغربوا اول لما بيشوفوا الفيلم متسمي باسم بولا باندي. بيلاقوا ان ميرا مصورة اجزاء من الفيلم ما كانتش المفروض تتصور. كمان مشاهد بتبين فيها باتشان باندي انه مش مجرم، ده على عكس ما كان هو عايز انه يبين الناس انه مجرم عشان يخافوا منه. بالعكس ابتدى الناس انهم يضحكوا على الفيلم بشكل غريب وهستيري. كمان سموه بالمهرج المضحك. يخرج بعدها منتج الفيلم وبيشكر ميرا على الفيلم ده. لما بيروح باتشان باندي بيلاقي ميرا على التلفزيون، هي بتقول ان الناس مش هتخاف من باتشان بعد كده. ده اللي بيخليه يقرر انه يحرقها وهي صحي. بيقرر بعدها فيشو وميرا انهم يختفوا عشان ما يلاقوهمش باتشان، بس فجأة وهما مسافرين بيقدروا يوصلوا لها. ابتدوا انهم يغرقوها بالبنزين. في نفس الوقت بيوصل باتشان للمكان، فاول لما بيقرب منها عشان يولع فيها يقول لها انه قبل ما يجي هنا كان في عزا واحد من كبار المجرمين، بس بيتفاجئ اول لما راح له ان مفيش عدد كبير من الناس حضر الجنازة. ده بسبب ان الناس كانت بتحترمه وهو عايش لانهم كانوا خايفين منه، بس حاليا هو مات ومبقاش حد يحترمه. هناك بيقابل مرات فيرجن وبنته، تقول له ان بسبب فيلمه الجديد بنتها ضحكت اول مرة من بعد موت والدها، وكمان عايزة تشوف الفيلم مرة تانية. بيتفاجئ اكتر اول لما البنت بتمد ايديها عشان تسلم عليه الوقت اللي كانت بتخاف منه قبل كده. وكمان بيستغرب اول لما بيخش قاعات السينما بيلاقيها مليانة على اخرها. حاجة اللي بتصدمه لما بيرجع البيت وبتلاقي امه بتكلمه مرة تانية اللي كانت مبسوطة واخدته في حضنها بسبب فيلمه الجديد. ده اللي خلاه يشكر ميرا بدل ما يقتلها. بس بعدها ميرا ما بتسيبهوش وبتاخده معاها مومباي. هناك بيبدأ يمثل اكتر من فيلم. بس كده يا سيدي، دمتم في امان الله. كل اللي وصل للاخر انتوا احلى واجدع ناس.